انتبه تسألني هذا السؤال مرة ثانية. ليش تسألني هذا السؤال؟ انت اساسا في مطعم اليمن انا موجود، واكيد باكل من اكل مطعم اليمن في الصبوح وفي الغداء واخر الليل وفي العشية. طبعا بيقول لي انت ليش ما تمرض ويصيبك البرد في هذه الثلوج والاجواء هذه اللي فيها هامبورغ؟ ليش؟ لانه حبيبي والله لانه يا اخوي انا باكل اللحم والمندي وبشرب المرق الذي بيجي غني بالفيتامينات، والعدس الساخن اللي مع الليمون تعصره، مرق اللحم والمندي والزربيان والمضغوط والاشياء الزاكيه هنا غنيه بالفيتامينات. اذا عندك نقص حديد وكل شوي تبرد هنا، تعال كل كبده. اي دكتور تروح عنده تقول له انا عندي نقص حديد، يقول لك روح كل كبد، عندنا كبد الغنم انا هيك زي الليكه مع خبز الملوح مع اشياء زاكيه. فتعالوا وتفضلوا على مطعم اليمن شتايندام اينزبتسش في هامبورغ. حياكم الله، يا اهلا وسهلا. اوه باميه، فحسه، سلته، ما شاء الله ما شاء الله. هذا الثلج ما ودي الا هيك شغلات. صحة والف عافية ما شاء الله. اوه هذه هي الذي ضد الثلج، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. مع الخبز، خبز الملوح الساخن ما شاء الله، كل شيء ساخن اليوم. حياكم الله شباب، صحة وعافية. واحلى مشكل خضار على الطريقة اليمنية، شوفوا ما شاء الله في الحرض على كيفكم في الثلجة هذه. يا سلام مع الخبز، يا سلام مع البرمة.